اهلا وسهلا بيكم معايا في قناه بصبص والمطبخ. النهارده جبت بقى الليفه الكوري اللي عامله ضجه جامده قوي بقالها فتره، اللي هي بقى بيقولوا بتشيل الجلد الميت وبديل الليفه المغربي والحاجات دي كلها. فقلت بقى اجربها كده معاكم، انا جايباها بقالي فتره بصراحه وركناها وناسيها خالص، فقلت اجربها كده معاكم واشوف بقى فعلا هي بتشيل الجلد الميت والاسمرار طبعا من كف الايد زي ما انتم شايفين كده مطرح الشمس والخروج وكده. ايدينا بتبقى سمرة وفي جلد ميت وعايزين نشيل طبقة كده من الجلد ونخلي الجلد رطب وحلو وناعم، فهي بتعمل كل ده. هي اللي بيقولوا بقى عليها الليفة الكوري، الليفة السحرية. هنشوف نعملها كده. هو كل اللي مكتوب عليها زي ما انتوا شايفين كده بالصيني او بالكوري، يعني مفيش ولا كلمة مكتوبة بالعربي، فمش هنعرف هم كاتبين ايه خالص. هفتحها. بصوا انا كنت جايباها كانت ب 12 جنيه ونص من عند كوكو اند اس، وطبعا يعني بقى مشهور جدا وناس كتير دلوقتي عارفاه. انا عايزه افتحها بس هي بتبقى مقفوله قفله شديده شويه. طيب انا هجيب مقص ناخدها بقى كده من قصرها، هو القفله بتاعتها جامده جدا، فناخدها بقى كده من قصرها ونقصها احسن ونشوف الليفه الكوري. هي بصوا ملمسها كده يعني ناعمة بزيادة، خفيفة جدا، فيها فيها رسومات كده بارزة، يعني حفر كده، حفر ليزر كده، ساقعة كده في الايد. يعني هي كأنها مبلولة بس مش مبلولة يا جماعة، مش عارفة هي ايه فعلا. هي ساقعة، يعني رطبة وساقعة كده في الايد، وملمسها غريب شوية، ملمسها ناعم جدا جدا، يعني كأنك ماسكة كيكة اسفنجية، يعني كأنك ماسكة فعلا قطعة كيك اسفنجي كده. طيب خلينا برضو نشوف هنعملها ازاي. بصوا هي اللي اعرفه ان هي بتجيبي مية دافية وتحطيها فيها بس كده لمدة 5 دقايق او 10 دقايق، علشان تبتدي ان احنا نشتغل بيها. اول ما تحطيها كده في المية تحس ان هي شربت المية كلها كده وحجمها تقل، يعني بصوا حتى لو عصرتها بتشرب ميه كتير. انا جايبه منها الليفه السحريه برضو هوريها لكم، بتاعه الحيطان. يا جماعه بامانه انا جايباها وكنت بقول دي حاجه كده ملهاش لازمه، وكنت جايباها ب5 جنيه وقلت دي بايظه يعني، بس جايباها كده للتجربه. لو عندك شخبطه على الحيطان بتطلعها هوا، على البيبان بتنظف اي حاجه فيها بقعه بتنضفها، للرخامه بتخليها تبقى بتلمع، للحنفيات، للبوتاجاز بصوا انا بقيت ماشيه بيها كده في الشقه بدور على حاجه اعملها بيها. بجد حلوه جدا جدا. للكوتشي لو عندك كوتشيات بيضه بتخليها تبقى بيضه زي القشطه، لحاجات كتير قوي قوي. لو عندك مثلا خشب مدهون ابيض، او مدهون الوان اوضه الاطفال، مجرد ان انتي بتبليها بس كده طبق برضو تبليها وتعصريها نص عصرة وتمشي على الحاجة، بترجع الدهانات كأنها جديدة، بترجع دهانات الحوائط كأنها جديدة، بتشفط التراب، بتشفط الأوساخ، بتشفط الدهون. يعني كان عندي طاسة كده القعر بتاعها مش نضيف مطرح الآلية، يا دوبك بس مشيت عليها كده لقيتها بقت رجعت قشطة. انا هعمل لكم برضو عنها ريفيو، بجد تحفة تحفة، وكان سعرها 5 جنيه، يعني جميلة جدا جدا. انا سبتها كده بقى شوية وهبتدي اعصرها. هي المفروض ما يبقاش فيها مية، يعني تعصريها كويس تبقى يا دوبك مندية بس. وهجيب بقى ايد بنتي اعمل عليها اوريكم برضو. تعالي كده نشوف بقى هتطلع بقى جلد ميت وتبقى حلوة، وبديل بقى الليفة المغربي والحاجات دي، ولا ايه بالظبط. هو المفروض ان انتي بتفضلي رايحة جاية كده في اتجاه واحد كده. هي بصوا صوتها بيزيق كده. تعالي هاتي ايدك كده. ثانية مش مطلعة حاجة. بصوا انا قعدت ادعك في الايد من هنا جامد جدا ما طلعتش اي حاجه. جربت على ايدي انا كمان لغايه ما احمرت خالص وما فيش اي حاجه بتطلع بصراحه. حتى بصوا في الميه، الميه بس اللي لونها غير، لكن ما فيش اي حاجه بتطلع.
التانية اللي لونها ابيض اللي انا بقول لكم عليها بجد حلوة جدا، لكن دي انا ما حسيتش باي حاجة. سبتها حوالي ربع ساعة في المية وقعدت افرك بيها ما بتطلعش حاجة. قلت طيب يعني ابل خلي الجسم نفسه هو اللي مندي، يعني مثلا اندي الجسم كده بالمية الدافية علشان يعني ممكن تكون الجسم نفسه عايز ايه يبقى فيه بلل شوية. وقعدت افرك كده. بصوا راح هي بتشفط المية نفسها، يعني انا حطيت المية شفطتها. هفضل بقى ايه امسك الحتة دي كده. بصوا بصوا قربتها لكم اكتر. بفضل افرك افرك وبعمل جامد، يعني ممكن اعمل جامد. ثبتي ايدك شوية، يعني دي ايد بنتي وانا بحاول يعني افرك فيها جامد. بصوا مفيش اي حاجة بتطلع، ولا زي ما بيقولوا بقى على اليوتيوب ولا على الفيس لما كانوا عاملين عليها ضجة، مفيش اي حاجة بتطلع ولا حتى يعني نقطة وبر ولا اي حاجة. انا قلت بقى يا دي يعني هتبقى حلوة وبديل للحمام المغربي والليفة المغربي والحاجات دي كلها. لا، زي ما قلت لكم كده في اول الفيديو احنا هنجرب مع بعض، فاحنا جربنا والتجربة طلعت فاشلة يعني مش حلوة خالص. فانت لو قابلتيها في اي حتة ما تجيبيهاش، ولو انت جبتيها ولقيتيها معاكي كويسة اكتبي لي كده في التعليقات. ممكن يكون النوع اللي انا جايباه دوا نوع يعني مش الاصلي بتاعها، عشان يعني الاسعار بتاعتها متفاوتة يعني. فممكن تكون النوع ده مش اصلي، بس انا جايبة منها اللون الابيض اللي هي بتاعت الحاجات مظبوطة يعني حلوة جدا. فالتجربة يعني يا جماعة التجربة خير دليل. احنا جربنا واديني بجرب كتير، وجربت على ايدي انا كمان وعلى نفس الجزء ده من ايدي مفيش اي حاجة بتطلع. انا قلت يمكن بنتي ايه يعني صغيرة وايديها نظيفة وما عندهاش جلد ميت وكده. طب جربتها على ايدي مفيش اي حاجة، بليت ايدي وعملت فركت بيها مفيش اي حاجة. فبصراحة مش حلوة. يعني انتوا لو قابلتوها في اي حتة ما تشتروهاش. في حاجات كتير بتبقى معمول عليها ضجة ومفيش حاجة بتحصل. بصوا مفيش اي حاجة حصلت، ولا لونها اتغير ولا ملمسها ولا اي حاجة، بس هي مش بتعمل حاجة خالص. فلو عجبكم بقى الفيديو واستفدتوا منه يا ريت ما تنسوش لايك كتير للفيديو وشير كتير عشان الناس ما تشتريهاش على الفاضي. وشكرا لكم وشكرا لمتابعتكم لقناتي، ومع السلامة.